يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ انا باشمهندس محمد. ولو انت بتفتح الباور بي اي وبتشوف كلمة الداكس وبعدين تقفل برنامج تاني، فانا عامل الفيديو ده مخصوص عشانك. النهارده من الصفر انا هشرح لك الداكس، ابسط 3 4 معادلات في الداكس كده يمشوك في شغلك، يعرفوك الدنيا. الداكس مش صعبة، الداكس دي حاجة بسيطة خالص. الداكس احنا بنجيبها من نيو ميجر، بنعمل نيو ميجر كده. وعامة في اتنين، الداكس ده بتطلق على حاجتين يعني، يا اما ميجر يا اما نيو كولم. النيو كولم انا ما بحبش اعمل نيو كولم من الباور بي اي بصراحه، لانه بيتقل الجهاز لو عندك الداتا كبيره. انت ممكن لو عايز تعمل كولم فانت بتعمله على الاكسل وبعدين تسترد الداتا هنا على البي اي. الميجر اصلا ما بيتعملش غير على الباور بي اي. فالداكس اصلا انا بشوف ان هو عباره عن الميجر بس. اولا يعني ايه الداكس اصلا؟ الداكس ده داتا اناليسيس اكسبريشن، انطباعات كده او معادلات الباور بي اي. زي ما في معادلات في الاكسل في معادلات في الباور بي اي. وهي لغه حسابات، مش لغه تعديل، مش لغه تنظيف. يعني انت لو عايز تنظف داتا، ما انت مش بتنظفها من على الداكس، انت بتنظفها على الاكسل او الباور كويري زي ما انت بتشتغل. الميجر اصلا بيتغير برضو مع الفلاتر، وبيتحسب وقت ما انت بتحطه، بيتحسب على طول وبتظهره في كارد. خلاص، هو اول حاجه عندك المفروض ان في سم. الاكسبريشن هنا ان هو في سم. مثلا انت عايز تقول له سم مثلا كده بالشكل ده، فمثلا عايز سم يونت برايس. خلاص، تروح جايب كارد كده مثلا توتال يونت برايس بالشكل ده كده. ممكن ما استخدمش سم، ليه بقى؟ لان انا برضه اهو، مش انا اخترت الميجر ده في الكارد ده. طيب بص، انا هعمل كارد تاني اهو، نضيف كده يونت برايس، بدوس عليها كده. قال لا، ده هو حاسبها. ليه بقى؟ شفت علامه السمشن دي؟ علامه السمشن دي الباور بي اي عرف ان ده اصلا لازم اعمل له سم. خلاص، او انت بتشوفه كده، هتخش مثلا على التيبل فيو من هنا، وهتلاقي عندك مثلا اليونت برايس كده. بص هتلاقي هنا يعمل لك ايه؟ سمرايزيشن كده سم. انت ممكن تلغي السم، بس لا، انا انصحك لا، ما تسيبها. انت طالما انت عايزها كمجموع، سيب السم. خلاص، فانا شايف ان معادله السم في الداكس هي معادله عبيطه، فانا مش هحسبها معايا. خلاص، عشان برضو ما تقولش من التلاتة هندسه انت شرحت واحد. لا يا عسل، انا هشرح تلاتة. خلاص، النيو ميجر ايه؟ التانية بقى معايا ايه؟ انا مثلا عايز اكتبها هنا، فاقول ان انا عايز احسب ايه. بص يا ريس، انا جيت ابص، عندي كوانتيتي معمول لها سمشن، وعندي يونت برايس ومعمول لها سمشن. طب انا عايز اعمل ايه؟ طبعا عايز الريفينيو. فاقول له يا باشا احسب لي الريفينيو. خلاص، اقول له كده بالشكل ده، احسب لي الريفينيو. بص، انت عندك حاجه اسمها سم اكس. سم اكس دي ليه؟ هو هيخش على كل صف يحسبه وبعدين يجمعه. يعني ايه؟ مثلا انت عايز تضرب الكوانتيتي في اليونت برايس، هو هيضرب كل كوانتيتي في كل يونت برايس، وبعدين في الاخر يروح جاي عامل ايه؟ سمشن للكلام ده كله. طيب بالشكل ده كده انت هتقعد تقول له سم. تقول له سم لايه؟ لازم تكتب اسم الجدول اللي عندك. هو هم في جدول ايه؟ هتقول له ايه؟ تعمل فاصله كده. ايه الاكسبريشن اللي انت عايزه؟ انا عايز يا عم الريس تحسب لي الكوانتيتي. خلاص اهو، ادي الكافي شوب سيلز ريفينيو كوانتيتي. خلاص، مضروبه في ايه؟ بص يا باشا، في اليونت برايس. خلاص، انت بس يا دوبك تكتب كده وهو هنا يتعرف عليها وعملها في ثانيه. حلو، وادي بالشكل ده كده وتدوس انت. اهو جاب لك هنا الميجر بالشكل ده كده، علامه الاله الحاسبه دي كده. فانت هتجيب كارد كده، تقول له ادي يا عم الريس الريفينيو عندك بالشكل ده كده. حاجه تانية برضو عايزين نشوفها في ميجر جديده، وهي ديفايد. عايز استخدم الديفايد ازاي؟ ولو حبيت احسب الافريج بتاع الريفينيو، اقول له ديفايد كده. خلاص، هو هنا طلعها، فانت هتدوس تاب. خلاص، يعني تقول له ريفينيو. يعني انت مش حسبت الريفينيو، ده ميجر فوق ميجر، هو بيحسب ميجر من ميجر. وبعد كده هقول له ايه؟ عد لي الكاونت. خلاص، كاونت ايه بقى؟ كاونت الترانزاكشن اي دي. انت بتقول له عد لي كل اوردر، واقول له يا باشا ترانزاكشن اي دي. حلو بالشكل ده كده، وتقفل
الافريج انا كنت بعمله في اف جيج مثلا كده، بص وادي هنا يا باشا وظهر لي كده الافريج. نيجي بقى لكينج اللعبه وهو الميجر، بس الكالكوليت. الكالكوليت هو بيحسب بفلتر. يعني انا مثلا عايز مبيعات 2024 بس، فانا هقول له كالكوليت مبيعات 2024 بس بالظبط بالشكل ده. فانت بدل ما بتفضل تعمل فلتر وتجمع ومش عارف ايه وبتاع، لا انت في ثانيه تقول له مثلا عايز مبيعات شهر مارس، يعني بالشكل ده كده. لو جينا نقول له انا عايز ريفينيو اون مارش، خلاص تعدي كده تستدعي معادله الكالكوليت. انت اول ما بتكتب سي هي بتيجي اول واحده من كتر استخدامها. فايه تقول له كالكوليت. كالكوليت ايه يا عم الريس؟ كالكوليت الريفينيو. انا عايز الريفينيو، خلاص الريفينيو جت اهي تاني. طيب بعد ما اقول له كالكوليت الريفينيو، انت بقى تدي له ايه الشرط بتاعك. الشرط بتاعك اللي هو ايه؟ اللي هو يا باشا انا عايز المانث، خلاص الشهر يعني المانث. المانث في ايه بالظبط؟ اللي في الديت. المانث في ايه؟ في الديت. فين الديت عندك؟ اهو ترانزاكشن ديت. ترانزاكشن ديت يا باشا، انت هتقول له بس بالظبط كده ترانزاكشن. اول ما هتكتب فهو هنا جاب لك ايه الديت، خلاص. ترانزاكشن ديت هتقول له ايه بقى الترانزاكشن ديت؟ انت لازم تقفل بقى معادله المانث وتقول له ايكوال شهر 3، خلاص. فكده احنا حسبنا الريفينيو في شهر مارس. انت هتقول له كده انتر يا باشا وجابها لك هنا. فانت هتروح جاي مستدعي كارد كده وهتقول له ايه ريفينيو اون مارش، خلاص طلع لك 98,000. اجي لاخر حاجه معايا وهي الاف. اقول له مثلا انا اقول له ريفينيو ستيت اون مارش مثلا. بص دلوقتي المدير التنفيذي قال لك انا المبيعات عندي في كل شهر عايزها تكون 90 الف فما فوق، خلاص. فانت هتقول له ايه اف كده، خلاص. انت عايز تحسب بقى الدنيا دي، اف الريفينيو. تقول له يا باشا لو الريفينيو عندك ريفينيو اون مارش اهو اكبر من 90,000، حلو. تقول له ايه يا باشا؟ اكتب لي جود. طب ولو لا؟ هي زيها زي الاكسل بالظبط، معادله الاكسل برضو. هتقول له بات، تقفل كده وخلاص، تمام. دي في ميجر برضو. يعني انت هنا revenue state on march هتقول له كده يا باشا هات كارد، تقول له يا باشا اهي، خلاص او جود، لانه عدى هنا 90,000، هنا انت 98,000. فبالشكل ده كده انا استعرضت معاك اهم يعني معادلات الداكس اللي موجوده في الباور بي اي واللي تقدر تشغلها عامه. يعني في معادلات تانية، في معادلات تانية، في حاجات تساعدك في كتابه المعادلات. كويك ميجر ممكن يساعدك في كتابه المعادلات زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت. وكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه، واشوفكم في حلقه جايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.